كده يا حبايبي عملت معاكم احلى مسقعه في القلايه الهوائيه قليه البتنجان. وعندي هنا بصل اخضر انا زرعاه. باخد الورق كل ما يطول كده وبحطه على وش الاكل بيدي ريحه حلوه قوي. وكده خلصنا المسقعه بتاعتنا، يا رب تعجبكم الطريقه، والى اللقاء ان شاء الله. خشوا بقى الفيديو وشوفوا احنا عملنا ايه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده مسقعه، بس هعملها في القلايه الهوائيه. انا معايا هنا 4 طماطمات هقشرهم بالمقشره واقطعهم قطع صغيره مش هصفيها. ومعايا هنا 4 فصوص ثوم. انا ما بحطلهاش بصل يا حبايبي، بحط لها ثوم بس. معايا هنا بقى البتنجان، انا مقطعاه بالحجم الكبير اللي شايفينه ده عشان يستحمل القلايه، وتبلته بالملح وسبته في مصفى لحد ما صفى ميته. ومعايا هنا قرون فلفل الكبيره دي، بس انا بحطها تحت البتنجان كده عشان ما تاخدش صدمه القلايه اللي ياخدها البتنجان اكتر. وبعد كده بقلبه. كل اللي انا عملته يا حبايبي ان انا دهنت البتنجان بايدي كده اهو، دهن الزيت، يعني رشيت حبه زيت صغيرين وبلمع بيهم كده البتنجان بس، مش اكتر من كده. اروح بقى اولع عليهم القلايه، ولما يستووا هنكمل مع بعض المسقعه. هنا يا حبايبي انا حطيت الصينيه دي هعمل فيها المسقعه، ومعانا هي الفصوص الثوم قطعتهم رفيع كده. هشوحهم بقى وانزل عليهم الطماطم والقلايه بتعمل البتنجان دلوقتي اوريه لكم. هنا كده يا حبايبي بشوح الثوم، واول بس ما يدبل كده هحط عليه الكزبره والكمون يدوا ريحه، وبعدين هحط طشهم بشويه خل قبل ما انزل الطماطم. يا خل يا ليمون بيديها طعم جميل جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. هطش بقى شويه الخل. ممكن تحطي خل وممكن تحطي ليمون. كده بقى هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاها مقشراها ومقطعاها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. دي اكله من الاكلات السريعه اللي ما بتاخدش وقت. القوطه قشرتيها وقطعتيها، مش لازم تضربيها في الخلاط. والثوم ممكن تخرطيه زي ما انا عملت كده رفيع بالسكينه بس، مش اكتر من كده. والبتنجان زي ما قلت لكم في القلايه هوريه لكم. هنحط بقى الملح، وخلي بالي ان انا رشه البتنجان بملح. يعني انا غسلاه بعد ما قبل ما اقطعه وقشرته وحطيت له ملح، فما بغسلوش تاني بقى علشان لما اجي احطه في القلايه ما يبقاش مبلول. حطيت شويه فلفل اسود، ولو الفلفل اللي انا عاملاه في القلايه مش حراق ممكن احط شويه هريسه. انا كده يا حبايبي هحط حته هريسه، وهحط معلقه صلصه صغيره مش كبيره، وهحط بقى معلقه سكر علشان خاطر الحموضه. لازم السكر يا حبايبي، طالما حطيتي صلصه لازم تحطي. استنى بقى لما القوطه تتهري خالص كده المربعات اللي انا عاملاها والبتنجان اتعمل هجيبه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي البتنجان اتقلى في القلايه الهوائيه اهي، طريقه طبعا صحيه. هجيبه بقى واحطه في الصلصه. انتوا شايفين كده يا حبايبي ما شاء الله البتنجان اهو. تسويه القلايه جميله جدا وصحيه.
ومبتاخدش منك زيت كتير. الناس اللي هم حابين يجيبوا زيها يا ريت، بس هي فعلا غليت جامد جدا. انا كنت جايباها ب3 الا 300 يعني ب2700، بقالي تقريبا سنة. بنتي جابتها من حوالي شهور كده، جابتها ب5500. معرفش كمان دلوقتي غليت ولا لا. فمعلش، اللي حابب حاجة وربنا موسع عليه يجيبها، وربنا يوسع على الجميع ان شاء الله. بس تطلع شوية مية كده عشان الصلصة تسوي البتنجان تكمل سواه، وكده يبقى عملنا احلى مسقعة. كده يا حبايبي خلصنا المسقعة بتاعتنا. انا عندي هنا ورق بصل اخضر انا زرعاه في البيت، هاخد منه حبة كده واحطهم عليها، بتدي طعم وريحة حلوة قوي للمسقعة. جربوها ان شاء الله تعجبكم.